بيبدأ الفيلم بحوار تلفزيوني لمذيعة اسمها مونيكا، وبتتكلم عن القاتل المتسلسل اللي رعب الناس كلها، وبتكون مستضيفة واحدة من اللي نجوا منه، وبتحكي البنت اللي حصل لها، وبتقول إنها ما بقتش قادرة تعيش لأن شكلها بقى وحش جدا والناس بتخاف تبص لها. وفعلا لما بتيجي الكاميرا عليها بنلاقي إن وشها كله مشوه. وبتقول للمذيعة إنها ما عرفتش شكل القاتل لأنه كان لابس لبس مهرج، وبتقول كمان إنها شافته وهو بيضرب نفسه بالرصاص بعد اللي حصل. والمذيعة بتقول إن جثته اختفت من المشرحة قبل ما يشرحوها، وما يعرفوش ده حصل إزاي، ولحد دلوقتي ما يعرفوش مكانها. وفجأة الشخص اللي بيتفرج بيقوم يكسر التلفزيون، وبنكتشف إن هو ده القاتل، وبيقوم يلبس لبس المهرج وبيجهز أدوات التقطيع بتاعته وبياخدها معاه ويخرج. ونرجع للمذيعة اللي بتكون في غرفتها، وبتكلم حد في التليفون وبتحكي له عن البنت اللي كانت مستضيفاها وقد ايه هي بنت مخيفه جدا وشكلها وحش. وفجاه بتحس بحركه غريبه في الاوضه، ولما بتقوم تشوف في ايه بتظهر البنت وبتهجم عليها، وبتشوه لها وشها وبتخلع عينيها علشان تبقى مشوهه زيها وما تتريقش عليها تاني وتبطل تسخر منها. وبنرجع بالزمن لسنه ورا، وفي ليله عيد الهالوين بنشوف تارا وصاحبتها دول ماشيين سكرانين في الشارع، وفي حد بيراقبهم من بعيد، وبيكون هو ده القاتل. وتارا بتكون خايفه جدا منه ومش مطمنه له. وفجأة الراجل بيختفي من قدامهم، وبعدها بيدخلوا الاتنين مطعم وبيقعدوا علشان ياكلوا، وبيتفاجئوا بالمهرج داخل المطعم وبيقعد على ترابيزة جنبهم، وبيبص لتارا ويعمل لها حركات غريبة بوشه، فبتخاف أكتر منه. وصاحبتها علشان تطمنها بتقوم تقعد جنبه وبتطلع تليفونها وبتاخد سيلفي معاه. وشوية وبيقوم هو كمان ويروح لتارا وبيطلع خاتم وبيلبسه لها، وبيقوم يدخل الحمام، لكن بنشوف مدير المطعم وهو بيطرده بسبب اللي عمله في الحمام. وبعد ما بيخلصوا اكل بيخرجوا علشان يروحوا، ولما بيروحوا للعربيه بيتفاجئوا ان الكاوتش بتاعها اتخرم، فبتتصل طارا باختها فيكي علشان تيجي تاخدهم. وفي المطعم بنشوف العامل بيدور على مديره اللي اختفى فجاه، وبيلاقي راسه مقطوعه ومتولع فيها، فبيخاف وبيجري بسرعه، لكن بيظهر المهرج وبيهجم عليه وبيفضل يضرب في وشه وبيقضي عليه هو كمان. ونرجع لتارا ودون وهم في عربيتهم، ودون بتحاول تطمن صاحبتها تارا وبتقول لها ان ده مجرد شخص عادي وطبيعي انه يكون لابس كده النهارده بسبب عيد الهالوين. لكن تارا مصممه انه شخص مش طبيعي وفي حاجه وراه، وبيشوفوا واحد واقف قدام بيته، فبتنزل تارا من العربيه وبتروح له وبتطلب منه يدخلها حمام عنده، والراجل بيوافق وبيدخلها. ودون بتكون لوحدها في العربيه وبتسمع في الراديو ان في اتنين اتقتلوا في مطعم وبيحذروا الناس من القاتل وانه بيكون لابس لبس مهرج. فبتطلع دون تليفونها وبتشوف صورها مع المهرج وبتربط الاحداث ببعضها، وهنا بتتاكد دون ان هو ده القاتل واللي بتتفاجئ بيه في العربيه جنبها. واول ما بتشوفه بتصرخ باعلى صوتها، وفي نفس اللحظه بتخرج تارا من الحمام وبتشوف ست غريبه واقفه قدامها، والست بتكون شايله عروسه في ايديها وبتعاملها على انها بنتها. فبتستغرب تارا منها وبتسيبها وتمشي، وعند الباب بتتفاجئ بالمهرج واقف لها وماسك مشرط في ايده، فبتترعب جدا منه وبتجري بسرعه وبتروح تستخبى منه وسط العربيات. وبعدها بتطلع لحارس المبنى وبتحاول تحذره، لكن بيظهر المهرج وراها، والحارس ما بيكونش سامع حاجه بسبب السماعات اللي في ودنه. وبتفوق تارا وبتلاقي نفسها مربوطه في كرسي، والمهرج قدامها وبيخوفها بالاسلحه اللي معاه، وبيحط المنشار على رقبتها. وبعد كده بيروح جنب الستاره وبيسحبها فجاه علشان تتفاجئ تارا بصاحبتها دون وهي متعلقه قدامها من رجليها، وبكل وحشيه المهرج بيقسمها نصين بالمنشار، وتارا مش قادره تتحمل المنظر وبتحاول تفك نفسها من الكرسي، والمهرج بيجري يلحقها، ولما بيقرب منها بتضربه تارا وبتوقعه، وبتقوم تاخد سلاح من بتوعه وتطعنه في ظهره وتجري. وبيقوم المهرج ويخرج وراها بالسكينه وبيدور عليها في المكان، وتارا بتفاجئه من ظهره وبتضربه بلوح خشب وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيقع على الارض. وقبل ما تكمل عليه بيطلع المهرج مسدس من جيبه وبيضربها بيه وبيقرب منها علشان يقضي عليها، لكن لحسن حظها الرصاص بيخلص. وفي نفس الوقت بتوصل فيكي اخت تارا وبتقف قدام المبنى، لكن الباب بيكون مقفول، فبتطلع تليفونها وبتحاول تتصل بتارا. وفي نفس التوقيت المهرج بيروح علشان يجيب ذخيره من شنطته، وتليفون دون بيكون معاه في الشنطه، وبيسمع الرنه فبيبعت رساله لفيكي وبيقول لها تدخل من الباب الخلفي لان تارا اختها تعبانه شويه. وبيروح ياخد سيلفي مع دون زي ما عملت معاه في البدايه، وبعدها بيرجع لتارا وبيقضي عليها بطلقه في دماغها وبيفضل يضرب فيها كتير علشان يشوه وشها ومحدش يقدر يتعرف عليها. وبتشوفه الست اللي قابلت تارا من شويه وبتترعب منه وبتجري، وبتروح على الحارس وبتقول له اللي شافته، لكن هو بيعتبرها مجنونه وما بيصدقهاش وبيسيبها وبيمشي. وبيتصل بزميله في الشغل علشان يجيله، بس المهرج بيفاجئه من ظهره وبيضربه بالشاكوش على دماغه وبيكسر تليفونه. وفيكي بتكون دخلت المبنى وبتدور عليهم، وبترجع الست لشقتها وبتتفاجئ ان العروسه بتاعتها مش موجوده في السرير، فبتجري تدور عليها وبتلاقي المهرج شايلها على ايده وقاعد على الارض، فبتقرب منه بهدوء وبتحاول تستعطفه وبتحضنه في محاوله منها انه يرجع لها العروسه. وفي الوقت ده بيوصل صديق الحارس اللي اتصل بيه، لكن بيلاقي الباب مقفول وما بيعرفش يدخل، وفيكي لسه بتدور عليهم جوه، لكن بتيأس وبتحاول تكلم دون تاني، وبتسمع رنة الموبايل في المكان وبتمشي في اتجاه الصوت وبتكون مرعوبة جدا، وبتشوف جثة دون وهي مقطوعة نصين قدامها، فبتتصدم وبتجري،
وبتسمع صوت بنت بتصرخ وبتفكرها طارة، وبتمشي ورا الصوت لحد ما بتشوف واحدة مضروبة مرمية على الأرض، وبتقرب منها علشان تساعدها، وبتشوف الست جنبها مقتولة وصدرها بيكون مشوه وفروة راسها مقطوعة، وبتكتشف إن اللي قدامها ده يبقى المهرج ولابس فروة الست، فبتترعب فيكي وبتجري تدور على أي مخرج، والمهرج بيطلع وراها فبتستخبى في الدولاب، لكن المهرج بيعرف مكانها بسرعة وبيفضل يلعبها شوية وبيخوفها. وفي نفس الوقت صديق البواب بيلاقي مفتاح احتياطي تحت الدواسة، فبيفتح الباب وبيدخل المبنى، وبيتفاجئ بآثار دم كتير على الأرض، وبيلاقي العروسة بتاعت الست وكلها دم، وبيوطي يمسكها، فبيجي المهرج من وراه وبيطعنه بالسكينة وبيقطع راسه. وبنرجع لفيكي اللي خرجت من مكانها وقدرت توصل للباب، لكن بتلاقيه مقفول وما بتعرفش تخرج، وبنشوف المهرج وهو راكب عجلة أطفال وبيلعب بيها، وبتشوفه فيكي وبتحاول تستخبى منه في أي مكان، لكنه بيعرف مكانها وبيجي من وراها ويخنقها بكيس بلاستيك، وفيكي بتفضل تقاوم لحد ما بتقدر تقطع الكيس، وبتلاقي مسمار كبير جنبها فبتمسكه وبتضربه بيه في رجله، وبتقدر فيكي تجري منه. وفي نفس الوقت بنكتشف ان الحارس لسه عايش وبيفوق من الضربه، وفيكي بتشوف جثة أختها وهي بتجري فبتقعد جنبها وبتفضل تعيط، وبيجي المهرج من وراها وبيستغل الفرصة وبيفضل يضرب فيها، لكن لحسن حظها بيجي الحارس وبينقذها وبيضرب المهرج وبياخدها معاه لغرفته، وبيتصل ب 911 وبيطلب المساعدة، وبياخد فيكي ويخرجوا من باب تاني علشان يروحوا لغرفة الطوارئ وينتظروا الشرطة هناك، لكن المهرج بيظهر وبيضرب الحارس ويكسر له وشه، وفيكي بتكون واقفة وهتموت من الرعب، وبتكون هي الوحيدة اللي لسه عايشة في المبنى، وبتحاول تكسر قفل الباب علشان تهرب، والمهرج بيلحقها ويمسكها، لكن فيكي بتضربه في عينه، وبتقدر تخرج من باب الغرفة وبتروح لغرفة الطوارئ علشان تستخبى فيها لحد ما الشرطة تيجي وتنقذها، وبتعدي من فتحة صغيرة من الباب، لكن المهرج بيمد ايده وبيمسكها من شعرها، لكن فيكي بتقدر تتخلص منه، وبيختفي المهرج من قدامها، وفجأة بتسمع صوت عربيات الشرطة بره، فبتجري على الباب، لكن المهرج بيهجم عليها بالعربية وبيكسر الباب وبيوقعها على الأرض فاقدة الوعي، وبينزل من العربية وبيقرب منها وبيفضل يشوه وشها وياكل فيه، واخيرا بتوصل الشرطه علشان تقبض عليه، لكن المهرج بيخرج مسدسه وبيموت نفسه قدامهم، وفيكي بتكون لسه عايشه وشايفه كل اللي بيحصل، وبعدها بنشوفهم هما بينقلوا جثث الضحايا ومعاهم جثه المهرج للمشرحه، واول ما الدكتور بيقرب من جثه المهرج الكهرباء بتقطع في المكان، وبنتفاجئ ان المهرج لسه عايش وبيهجم على الدكتور وبيخنقه، وبتعدي سنه وبنشوف فيكي مع اسرتها، وبنعرف ان هي دي اللي كانت مع المذيعه في بدايه الفيلم. وهنا بينتهي ملخص الفيلم. بشكركم جدا على المشاهده، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي، وسلام.